الكل، مرحبا بكم في قناتي من جديد. ان شاء الله تكونوا بألف خير ونعمة. اليوم عاد كما تعرفوا رمضان قريب يوفى وشيء ما يدوم والعيد على الابواب. ان شاء الله بقدرة ربي باش نعمل لكم اليوم حلو العيد، كعيبات كعابر باللوز بالجوزة. هي رسيت سهلة برشا، وكنا ديما في قبل احنا صغار ديما معناها هذه الوصفة هذه ديما نعملوها وديما يشيخوا بها الصغار والكبار. اما قبل الوصفه اليوم حبيت نعطيكم فكره. كون هذه الايامات الاخرى نتاع رمضان راهي ايام فضيله ياسر ياسر ياسر، نخرجوا شويه من الكوجينه ونتلهوا بالدعاء، ندعيو لرواحنا ولصغيراتنا وللناس اللي نحبوهم الكل بالتوفيق، وندعيو لهم بالنجاح، وندعيو لهم باش ربي ان شاء الله ندعيو ان شاء الله باش ربي يتقبل منا رمضان وصيامه وقيامه، وان شاء الله كل عام وانتم بألف خير. باش نستحقوا الكعبر اللوز نتاعنا اللي بالجوزه 200 غرام لوز مرحي، شويه ما ورد، شو سيرو هذايا اللي باش باش نوريكم طريقه كيفاش باش نطيبوه. السيرو هذايا اللي بالسكر والماء والليمون. ديما يبدا عندنا، ماني قلت لكم من في رمضان ديما معناتها عندنا هيك مزانه العسل ديما موجوده، نخلطوا بها وقت ما نستحقوا نخلطوا بها. وشويه جوزه بالطبيعه اللي باش نزينوا بها، الجوزه هذيا باش نزينوا بها. توا باش نبداو شويه بشويه باش نبداو نغربلو اللوز نتاعنا هذايا، باش نبداو نغربلوه. بالنسبه للسيرو اللي باش نخلطوا به كعبر اللوز نتاعنا، باش نستحقوا كاس سكر، عليه كاس ماء، وهذا كما تعرفوا معناها ديما العسل اللي قلت لكم عليه من اول رمضان باش نحضروه يقعد عنا، ومغيفه قارص مغيفه صغيره ليمون، ونخليهم يغليو لمده ربع ساعه باش نتحصلوا معناها على هاكا. هذا لازم يكون ارطب، معناتها اللوز اللي باش نخلطوا بيه نخلطوه لازم يكون ارطب باش نتحصلوا على اللوز، معناها لازم يكون ارطب بالباهي. هذيا ديجا لوز مصموط، نحينا له القشره نتاعو وبعد شيحناه وبعد رحيناه. بالطبيعه توا في عند التورديه موجود اللوز المرحي حاضر، تلقاوه تشريوه معناها حاضر وتستعملوه اسهل. بعد ما كملنا رحيناه باش نبداو نصبوا السيرو نتاعنا، مش باش نعملوا سكر على خاطر ديجا هذيا السيرو ديجا فيه سكر، باش نبداو نخلطوا بشويه بشويه. وبالطبيعه احنا باش نخلطوا بالسيرو وبعد نزيدوا الموارد، نكملوا نلموا بالموارد. بالطبيعه الموارد نحاولوا معناها باش ما نصبوش برشا باش العجينه بريقله هكايا. نخليوها بعد في الفريجيدير لمده هكاكا درجين قبل ما نبداو نشكلوها. لطون اللي العجينه نتاعنا قاعده في الفريجيدير نحضروا حنا قراص بيزاطه هذه باش نحطوا فيها الكعبه. توا باش نبداو خرجناها من الفريجيدير، باش نبداو نشدوا شويه عندنا ما ورد، ناخذوا ما ورد نخليوها في يدنا هكايا ونبداو نعملوا كعبوره. مش كعبوره، هي معناها هكا بالطول، تبدا كي القارب، معناها كي القارب نحطوها هكايا نسمحوها، وبعد ناخذوا كعكه الجوزه نتاعنا ونرميوها فوق هكا، ومن بعد ناخذوا هذيا ونرميو في وسطها. كعبرناهم الكل هكايا، حطينا العجينه الكل كعبرناهم كعابر. وتو باش نبداو نكملوا الكعبات نتاعنا كالعاده، نلفوا بالماء ورد ونرميو كعبه الجوزه نتاعنا. هذوما كعبات الجوزه نتاعنا، ولا كيما نقولوها احنا يا نقولوا جوزه يا كعابر لوز يا مفروده، احنا نقولوا لها برشا اسامي. 200 غرام بالنسبه لينا اللي جاو 20 كعبه صحيين باهي لنهار العيد، نمدوه مع كويستي ولا مع قهيوه
وجربوها. راهو الوصفه ما تندموش، واسمعني باش نوصيكم تخليوها في الفريجيدير، على خاطر هو موش بالطايب في الفور، معناها عملناه بالعسل والماء الورد. دونك خليوها في وسط ماعون ايطونش وحطوه في الفريجيدير. وكما العاده عاد ما تنساونيش في الجيم، خاطر هو اللي يطلع لي الفيديو، وما تنساونيش في الاشتراك والكومنتير. ان شاء الله كل عام وانتم بالف خير.